اخواتي واحبابي المتابعين معانا، اهلا بيكم في السيزون الجديد من انمي ماي هيرو اكاديمي، وهنكمل مع بعض حكايه ميدوريا واصدقائه الابطال الخارقين. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير بتاعك كده، ويا ريت تحط الاشتراك بتاعك في القناه علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش طبعا الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. في الموسم اللي فات عرفنا معاناه ميدوريا بعد هروب أولفروان من السجن، ومع عدد كبير من الاشرار اللي دمروا كل مكان في البلد، وعرفنا حجم المعاناة والاضطهاد اللي الأبطال اتعرضوا ليهم بسبب خطة أولفروان وباقي تحالف الأشرار. وبعد قتال طويل وعنيف ضد الأشرار، قدر ميدوريا إنه يقبض من جديد على مجموعة من الأشرار الهاربين، وعرف بالصدفة خطة أولفروان. وعلى الرغم من التعب والإجهاد اللي كان فيه، قرر إنه يواجه أولفروان لوحده، ولكن أصدقائه في ثانوية UA اتدخلوا وقدروا يقنعوه إنه يقبل مساعدتهم ويرتاح شوية على الأقل. ومع المعارضة اللي واجهوها من المدنيين اللي كانوا موجودين في مدرسة UA وخايفين على حياتهم، لان ميدوريا هو الهدف الرئيسي لأولفروان، وتحالف الاشرار وجودهم في نفس المكان مع ميدوريا معناه انهم في خطر. بتبدا اولى حلقات السيزون الجديد معانا، وبنشوف ميدوريا اللي واقف في البلكونه بتاعه اوضته وبينشر هدومه وبيفتكر خطاب اوراراكا، وهو مش مصدق انه رجع للمدرسه من جديد، وبيفكر في الاحساس اللي حس بيه لما واجه شيغاراكي اخر مره، وبيسال نفسه هيعمل معاه ايه. في النهايه بيقرر انه عاوز ينقذه، خصوصا بعد ما عرف مواضيع بالتفاصيل في اخر مواجهه بينهم، بالرغم من انه مش عارف هينقذه ازاي. ومع اقتراب المعركه النهائيه بين الابطال والاشرار واللي هتحدد مصير اليابان كلها، فهو مش خايف او قلقان على غير المتوقع، وبيخرج من اوضته وبيروح للصاله اللي اصحابه كلهم متجمعين فيها، وبيقول ان اصحابه هم سبب اطمئنانه وعدم خوفه. وبنسيب ميدوريا واصحابه وبنروح لقاعده جويه تبع القوات الامريكيه وقريبه من اليابان، وبنشوف مجموعه من الجنود قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وبيتابعوا الاخبار، واللي بتنقل لهم حاله الفوضى اللي البلد فيها بسبب هروب الاشرار من السجن وتخريب كل حاجه في طريقهم. وبرغم ان الابطال والشرطه بيحاولوا بكل جهدهم انهم يوقفوا الاشرار، الا ان المجهود مش كفايه، وهي دي خطه أولفروان. ونتيجه لكده فالحكومه اليابانيه طلبت المساعده من الدول الصديقه ليها. في الحاله الطريقه دي بيقطع كلامهم المذيع ظهور 2 من الاشرار اللي بيسالوه انت بتعمل ايه هنا ياض، وايه الكلام اللي انت بتقوله ده. وخلال لحظات كانوا مسكوا المذيع ونزلوا في ضرب بعد ما دمروا الكاميرا اللي بتصورهم. فبيقوم 2 من الجنود وهم متضايقين لانهم مش عاجبهم الوضع اللي بيحصل ده، فزميلهم بيطلب منهم انهم يهدوا ويستنوا لحد ما تجيلهم اوامر انهم يتحركوا، وبيشرح لهم ان اللي بيحصل في اليابان دي فرصه لباقي الاشرار في العالم علشان يبداوا تحركاتهم، وهم عندهم مشاكل مكفياهم ومش فاضيين علشان يشغلوا نفسهم باللي بيحصل. ووسط ما هم بيتكلموا بيتفاجئوا بظهور بنت بتطلب منهم انهم يوصلوها لليابان. بنعرف ان البنت دي اسمها ستار، وهي اقوى بطله في امريكا والعالم حاليا. وبعد لحظات بنلاقي فوج من الطيارات خرج من القاعده، وفي طيارات في اتجاه اليابان. قائد الجنوب بيعرفها انهم يوصلوها بس، ومش مسؤولين عن اللي يحصل بعد كده. بتقول له ما تخافش يا اسطى، كده كده كنا هنستلم مهمه مساعده اليابان، فوفر وقت ويساعد من دلوقتي احسن. ده غير ان ده طلب من معلمها اول مايت نفسه، وما ينفعش تفكر في الرفض. وعلى الجانب التاني في مخبأ مجهول وسط الغابه بنلاقي زعيم الاشرار أولفروان قاعد بيكلم سبينر، وبيشرح له ان كل الفوضى اللي عملوها دي كانت علشان يشغل الابطال بالسجناء اللي هربوا ويفضلهم الجو علشان ينفذوا خطتهم بهدوء. فسبينر بيقول له ان وضعهم كان هيبقى احسن لو هربوا من البلد وريحوا دماغهم بدل ما يفضلوا مستخبيين كده. وقتها أولفروان بيفهموا ان ده مش هدفهم، وان هدفهم اكبر من كده بكتير، واكتر حاجه تهمه حاليا هو انه يسرق قوه وان فور اول من ميدوريا، لانه بيشكل اكبر عقبه في طريقه لتحقيق اهدافه، وفي نفس الوقت هو المفتاح اللي يخليه ينفذ اللي هو عايزه بسهوله. وبيعرفوا ان اول مايت نجح في انه يقضي على المنظمات الاجراميه في اليابان، ولكن الحوار مختلف عن باقي الدول. وبما ان علاقته كويسه مع الاشرار في كل العالم، فهم مستنيين الفرصه علشان يقلبوا العالم كله فوضى حرفيا. وقتها الدول اللي المفروض تساعد اليابان هتبقى مشغوله بالاشرار اللي ظهروا عندهم ومش يقدروا يساعدوهم اطلاقا. وعلشان يقدر ينفذ خطته فهو لازم يتخلص من ستار اللي وجودها في حد ذاته بيمثل مشكله كبيره لخطته، ولكن لو نجحوا في انهم يقضوا عليها او يسرقوا قوتها فالعالم كله هيخاف منهم ويفكروا مرتين قبل ما يحاولوا انهم يعرضوهم. وعلشان كده فهو يكلفه بمهمه خاصه بيه لوحده، ان هو الشخص الوحيد اللي فضل معاه علشان يحميه مش زي باقي اتباعه العاقين. ومهمته هي مساعده شيغاراكي في معركته الجايه. وبيعرفوا ان في عدد كبير من الاشرار مستخبين ومستنين الفرصه علشان يقودوهم لتحقيق هدفهم. وبرغم انه الشخص ملوش اي 30 لازمه في الحياه، الا انه باتباعه لستاين ومساعدته لتحالف الاشرار فهو يقدر يكسب تعاطف الاشرار
الاشرار دول اللي عايزينه يقودهم علشان يحققوا حلمهم ويتحرروا من المجتمع اللي بيحكم الابطال. وفي نفس الوقت بنشوف سكبتك بيأمر بالاشرار اللي كانوا في جبهة التحرير انهم يساعدوا شيجاراكي واصحابه علشان يحققوا هدفهم. بنسيبهم بقى وبنروح لاند 4 اللي بيبقى طاير في الجو ورايح علشان يقابل ستار وجنبه هوكس وبيست جينيست اللي راكبين في عربية باتمان دول. هوكس بيعرفهم تطورات الوضع وهيقابلوا ستار فين. بيست جينيست بيقول له انا كان نفسي اقابل ستار من زمان علشان اعرف ذوقها في الموضة ايه. وسط ما هم بيتكلموا بتجيلهم رسالة ان شيجاراكي ظهر فبيزودوا سرعتهم. على الجنب التاني بنلاقي شيجاراكي واقف في مواجهة ستار وفوق الطيارات اللي معاها. ستار بتسأله انت بقى اول فور وان اللي خارب الدنيا ومش سايب حد في حاله؟ بيرد عليها شيجاراكي وبيقول لها احتمال ابقى هو واحتمال لا، انت ايه رايك؟ قائد الجنوب بيعرفها ان اللي قدامهم ده شيجاراكي مش اول فور وان وبيديها لمحه عن قدراته المدمره. بعدها بيطلب من كل القوات انهم يفعلوا الدروع المضاده لموجات الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي شيجاراكي بيستخدمه. بيسال ستار هيهاجموهم ولا هيهربوا؟ بتقوله دي محتاجه سؤال هنفرتكك طبعا. وخلال لحظات سرب الطيارات بياخد تشكيله المعركه وبيستعدوا للهجوم على شيجاراكي. وستار بتحمسهم وبتعرفهم انها ترجع جثثهم لاهلهم لو ماتوا في المعركه. بيعجبني التفاؤل بتاعك كفنانه. على الجانب التاني شيجاراكي كان عنده انفصام في الشخصيه ومش عارف هو شيجاراكي ولا اول فور وان. وبعد شويه تفكير بيقرر انه الاتنين مع بعض وبيبدا هجومه على ستار وفرقتها باستخدام مجموعه من القدرات الخارقه. ولكن ستار وفرقتها بينجحوا في انهم يتفادوا الهجوم بسرعه. بيكمل شيجاراكي هجومه عليهم وبيقول لها انه عارف طريقه استخدام قدراتها ومش هيبقى ليها اي فرصه في مواجهته. ستار بتقول له ايه الجديد في كده؟ كل اللي انا واجهتهم كانوا عارفين قدراتي وفي النهايه هزمتهم كلهم، وعلشان كده هي هتوريه هي ليه اقوى بطله في العالم. وبتستخدم قدرتها علشان تفرغ المنطقه اللي شيجاراكي موجود فيها من الهواء تماما. وفي ثواني بيحس شيجاراكي بالاختناق وبيحاول انه يتنفس بصعوبه. وبنعرف ان قدره ستار بتسمح لها انها تحط قواعد للهدف بتاعها بعد ما تلمسه وتقول اسمه بصوت عالي. وعلشان كده قدرت تتحكم في الهواء بعد ما لمسته وغيرت خصائصه في المنطقه المحيطه بشيجاراكي. ومع اختناق شيجاراكي والنومو اللي هو راكبه بيقول شيجاراكي ان قدره ستار طلعت احسن مما كان يتخيل ومش قادر يستنى علشان يسرقها. وبتستغل ستار حاله الضعف اللي شيجاراكي فيها وبتأمر فرقتها بالهجوم عليه. وفي اقل من ثواني كان سرب الطيارات كله قدام شيجاراكي وبيهاجموه باشعه الليزر المدمره. بعد تاكدوا من اصابه شيجاراكي بيرجعوا فرحانين انهم قضوا عليه وخلصوا المعركه بالسرعه دي. ولكن ستار بتطلب منهم ياخدوا حذرهم لان الموضوع اكيد مش بالسهوله اللي هم عملوها. بالفعل بيتفاجئوا ان شيجاراكي استخدم قدره الانعكاس والتفرقه علشان يرد عليهم اشعه الليزر اللي هاجموا بيها. ولكن ستار بتستخدم قدرتها وبلمح البصر بتغير خصائص الليزر علشان تقدر تتحكم فيه. وبتظهر الصدمه بوضوح على الجنود اللي مش مصدقين سرعه تعافي شيجاراكي اللي جرح واختفى في ثواني. ومع رجوع الهواء لطبيعته بيستنتج شيجاراكي ان ستار ما بتقدرش تستخدم قدرتها زي ما هي عايزه وفي شروط معينه. وبيستغل فرصته وبيهجم عليها بسرعه كبيره من جديد. ولكن ستار بتقول له انت جيت لي في ملعبي ده انا هعمل منك بطاطس محمره. وبتضربه ضربه قويه بتطيره في الجو. وبنعرف ان ستار بتقدر تتحكم في قدرتها علشان تعمل قواعد لهدفين في نفس الوقت. ولازم تكون هي واحد من الهدفين دول بمعنى انها تزود قوتها او تطير وتتحكم في الهواء او الليزر زي ما شفنا. وبرغم انها ما عندهاش نفس قوه اول مايت الخارقه الا انها تأدي واجبها كبطله. وبتفتكر لما كانت صغيره وكانت هتموت هي واسرتها ولكن اول مايت اتدخل وانقذها من الحرامي اللي كان بيهاجمهم. ومن ساعتها اول مايت بقى قدوتها علشان تثبت له امتنانها. فهي تقضي على شيجاراكي وبتهجم على شيجاراكي وبتكتفه. وقتها شيجاراكي بيقول لها بغضب وكل واحد قبله يقعد يقول لي اول مايت انقذني امال ما انقذنيش ليه؟ هو مفيش غيره في البلد دي ولا ايه؟ ستار بترد عليه ان ده شيء طبيعي لان اول مايت رمز السلام. وبتعرفه انها لمسته وقالت اسمه ودلوقتي تقدر تستخدم قدرتها عليه يعني القتال انتهى لصالحها. وبتقول ان لو شيجاراكي اتحرك سنتي واحد مكانه قلبه هيقف وهيموت. شغل ديس نوت ده ولا ايه؟ وبنشوف الرعب بوضوح في عيون شيجاراكي اللي ادرك انه وقع في فخ ستار وخسر المعركه. في اللحظه دي بيفتكر الصراع اللي دار بينه وبين اول فور وان علشان يسيطر على جسمه من ساعه ما صحي. وبرغم انه طور جسمه ما كانش زي ما اول فور وان كان عايز الا انه وصله لنسبه 97%. وقريب جدا هما الاثنين هيبقوا شخص واحد لا هو شيجاراكي ولا هو اول فور وان وانما هو كيان جديد تماما. ومع غرق شيجاراكي في افكاره وصراعاته النفسيه مع اول فور وان بيبدا جسمه يتغير وشعره بيطول وبيفتكر ذكرياته مع اسرته وبيطلق انفجار مدمر من الطاقه اللي حواليه. فبتضطر ستار انها تبعد عنه وهي مش مصدقه ازاي شيجاراكي قدر يتخلص من قدرتها ويتحرك. وبيمشي شيجاراكي من مكانه بعد ما عرف قدره ستار وطريقه عملها بالتفصيل. وبيستنتج ان في حدود لمدى قدرتها انها تزود قوتها والا كانت قتلته من اول ضربه خلصت القتال كمان. وبما انها ما قتلتوش على طول بدل ما تلغي الهواء من المنطقه المحيطه بيه فده معناه انها ما تقدرش تتحكم في هدف حي هي ما لمستوش او قدرتها بتبقى اضعف بكتير. وفي المقابل قدرتها بتسمح لها تغيير خصائص الجمادات زي ما تحب وبكل
بسهولة، وهي دي القيمة الحقيقية لقدرتها. والسبب عدم انجاح قدرتها عليه هو انه حاليا في حالة من انكار الذات والصراع النفسي، لدرجة انه مش عارف هو مين، وبيسأل نفسه عن المدى الفعلي لقدرتها، وهل هي تقدر تستخدمها على الحيوانات لو نادت عليهم باسمهم يعني. وفي الوقت اللي شيجاراكي كان غرقان في افكاره عن قدرة ستار، كانت ستار بتفكر تعمل ايه بعد هجومها الاخير فشل وما قدرتش تفعل قدرتها عليه، فبتطلب من قائد سرب الطيارات انه يتصل بالقائد العام بتاع الوحدة. فقائد السرب بيقول لها بارتباك انت فاهمة انت بتقولي ايه؟ مش كفاية اننا اتحركنا من غير اذن ودلوقتي هتعملي الفكرة المجنونة اللي في دماغك؟ وبترد علينا مفيش وقت للتفكير والحاجات التافهة دي، لانهم بيواجهوا اخطر عدو في اليابان والعالم حاليا ولازم يفوزوا باي طريقة، وعلشان كده فبتطلب منهم يساعدوها وتوقف شيجاراكي لحد ما قائد الفرقة ينفذ طلبها. وقتها قائد السرب بيأمر الطيارات انهم يبعدوا عن شيجاراكي ويرجعوا للتشكيلة. بمجرد ابتعاد الطيارات عن شيجاراكي بيجري النومو ناحيته بسرعة علشان يشيله قبل ما يقع، وبتستخدم ستار قدرتها من جديد علشان تضغط الهواء حواليها وتكون صورة عملاق ليها من الهواء، وبتهاجم شيجاراكي اللي مش شايف اي حاجة بالهواء المضغوط اللي هي صنعته، وبتطيره هو والنومو اللي راكبه، وبتقول لنفسها ان سواء شيجاراكي قال لها على اسمه الحقيقي او لا فده مش هيفرق معاها، لان كل اللي عليها تعمله هي انها تهزمه وخلاص. ومع نهاية كلامها بتهاجم شيجاراكي بايديها الاتنين وبتسحقه تحت ضغط الهواء الهائل، وفي نفس الوقت بتجمع عشات الليزر اللي الطيارات بتضربها ناحيتها وبتكون رمح ضخم من الليزر، وبتستغل عدم قدرة شيجاراكي على الحركة وبترشق رمح الليزر الضخم في جسمه. وقتها قائد الفرقة بيكلمها وبيعرفها انه هينفذ الطلب اللي هي عايزاه، ولكن هيكلفها كتير جدا وممكن تخسر نفسها كبطلة. بتقول له انها ما عندهاش اي مانع، وبيكمل القائد كلامه ان الصواريخ العابرة للقارات اللي طلبتها في طريقها ليها، وهو بلغ الحكومة علشان ما يعترضوش طريقهم، وان ده احسن وقت ليها علشان تتفوق على اول مايت وتهزم شيجاراكي واول فرون اللي اول مايت ما عرفش يهزمه. وبترجع ستار بالذكريات وبتفتكر لما كانت لسه في بدايتها كبطلة، وبتحاول تتقن قدرتها وكانت متضايقة لانها مش قادرة تزود قوتها زي اول مايت. وقتها الجنود اللي معاها قالوا لها ان ده شيء عادي جدا وطلبوا منها تعتمد عليهم علشان يساعدوها، والقائد قال لها ان قدرتها قوية ولكنها مجنونة وبتقارن نفسها بأول مايت علشان كده فاكر انها ضعيفة. وواحد من الجنود قال لها انها بتقارن نفسها بأول مايت علشان هما الاتنين ابطال زي بعض، فبيضحكوا كل الموجودين ومن ضمنهم ستار اللي كانت فرحانة بدعمهم وتشجيعهم ليها. بنرجع للحاضر، وخلال الثواني اللي الصواريخ كانت في طريقها لمكان المعركة كانت ستار بتشرح للجنود انها علشان تتحكم في الصواريخ لازم تلغي تحكمها في الليزر، وبما ان شيجاراكي هيهرب اول ما هي تلغي هجومها فلازم انهم يهاجموه في الكام ثانية اللي هتجهز فيها لاستخدام الصواريخ. وفي نفس الوقت شيجاراكي اللي كان الليزر بيدمر جسمه ومثبته في مكانه ومنعه من الحركة بيسأل نفسه ايه فايدة اللي ستار بتعمله برغم انها عارفة كل ده ملوش اي تأثير عليه، والطريقة الوحيدة لهزيمته هي هجوم قوي لدرجة انه يمحي وجوده بضربة واحدة، واكيد كل ده مجرد تجهيز للهجوم ده. ومع ادراك شيجاراكي لخطة ستار بيتأكد اللحظة اللي ستار هتهاجمه بهجومها القادي هي فرصته علشان يقلب المعركة. ومع استعداد الجنود للهجوم على شيجاراكي بتكون الصواريخ وصلت وستار بتمسكها بايديها، ولكن قوة اندفاع الصواريخ بتخليها تفقد توازنها وتحركها من مكانها. وقبل ما قوة الصواريخ اللي هي ماسكاها تخلع دراعها من مكانه كانت هي استخدمت قوته علشان تعدل اتجاه الصواريخ وتتحكم فيه بحرية اكبر. وفي نفس الوقت كان شيجاراكي اتحرك من مكانه اول ما ستار سحبت هجومها من عليه، ولكن الجنود كانوا مستنيينه وهاجموه بوابل من الليزر، الا ان شيجاراكي ما تأثرش بهجماتهم وكمل زيادة سرعته باتجاه ستار اللي بتجهز لضربتها القاضية عليه. وفي اقل من ثانية كانت ستار فجرت الصاروخ العابر للقارات في شيجاراكي، وحصل انفجار ضخم جدا في المكان شكل سحاب لدرجة ان اندفور ومجموعته شافوا الانفجار من على بعد كيلومترات. وبتبص ستار على اثار هجومها اللي حرك الامواج من مكانها وعمل حفرة في قاع البحر علشان تتأكد هل اثر في شيجاراكي ولا لا، وبتجيلها الاجابة لما بتلاقي شيجاراكي اللي جسمه المحروق من الانفجار خرج زي الطلقة من الحفرة وفي طريقه ليها. وخلال لحظات بنعرف ان شيجاراكي استخدم قدرة التحلل بتاعته علشان يعمل حفرة في قلب البحر ويبعد نفسه عن الانفجار لأبعد مسافة ممكنة. وزود على كده فهو استخدم النومو اللي كان معاه كدرع علشان يحمي نفسه، ولو كان اتأخر لحظة واحدة كان زمانه في عداد الموتى. وبرغم خطورة الحركة اللي عملها الا انه كسب الرهان وقدر ينجو من الهجوم اللي المفترض كان يقضي عليه، وبكده يقلب المعركة لصالحه. ومع تأكد شيجاراكي من فوزه بيهجم على ستار بكل وحشية وجنونه، بيقول لها تلوم حظها اللي خلاها تواجهه. وفي نفس الوقت كان الجنود اتحركوا بكل سرعتهم علشان يمنعوا شيجاراكي من انه يوصل لستار، ولكن شيجاراكي بيفكر جثة النومو اللي طايرة في الهواء وبيمنع الطيارات من انها تعترض طريقه بسبب الانفجار. وبيكمل شيجاراكي طريقه لستار وهو بينط فوق الطيارات ووشه بيقرب اكتر واكتر من اول فور 1، وهو بيطلب من ستار بكل جنون انها تسلم له القدرات. واللحظة بيقف شيجاراكي بعد ما وصل لاخر الطيارة بينه وبين ستار، وقتها
الجندي اللي في الطياره بيطلب من ستار انها تهاجمه وتدمره وهو الطياره وما تشغلش بالها بيه. وقتها ستار بتتردد لان الجنود دول بيعتبروها اخواتها لانها قضت معاهم وقت طويل، ده غير انهم دعموها ووقفوا جنبها طول الوقت. وفي النهايه بتقرر انها مش هتهاجم شيجاراكي علشان تحمي الجنود حتى لو كان تمن ده هو حياتها. وفي اللحظه دي شيجاراكي بينقض عليها زي الوحش اللي بيهجم على فريسته وبيمسكها من وشها. وقبل ما شيجاراكي يقضي على ستار بيقول ان ده الشيء اللي كان خايف منه، هو ان ستار تتعاون مع ميدوريا ويواجهوه في نفس الوقت. ساعتها كان هيبقى في اسوء وضع ممكن يتخيله، لان زي ما شفنا هو عانى بشكل كبير قدام ستار لوحدها، فما بالك بقى لو ضفنا عليها قدرة وان فور اول. كل خططه اللي فاتت والفوضى اللي عملها كانت علشان يمنع تأخر وصول الابطال من البلاد التانية لليابان علشان يقدر يكمل جسمه بحرية ويسرق وان فور اول، بعدها يسرق قدرة ستار. وبمجرد حصوله على قدرة وان فور اول فحتى لو العالم كله اتجمع ضده فهو متأكد انه هيكسب. ومواجهة ستار ليه في الوقت ده كانت اخر حاجة هو عايزها، لانه كان مضطر يراهن على فوزه في القتال بجسمه اللي لسه مش مكتمل، ولكنه كسب الرهان اخيرا. ومع نهاية كلامه بيسرق قدرة ستار وبيقول بجنون ان الفوز من نصيبه، وبيبدأوش ستار انه يتحلل، ولكن ستار بتستخدم قدرتها علشان توقف تحلل جسمها. وبرغم نجاحها الا ان التحلل ما بيقفش، وبيستمر التحلل في نفس الوقت اللي شيجاراكي بيسرق فيه قدرتها. وخلال ثواني كان شيجاراكي ينجح في مهمته وقدر يسرق قدرتها، وده لان ستار مش هتقدر تحمي جسمها وقدرتها، وفي نفس الوقت بمجرد سرقة شيجاراكي لقدرتها فهي كده خسرت حياتها وقدرتها في نفس الوقت. وبيتكلم اول فور وان وبيقول ان دي بداية العالم الجديد، عالم مختلف عن العوالم اللي هو واخوه قرأوا عنها في قصة الابطال، وانه بطل يقرأ القصص دي لانه عارف النهاية بتاعتها من قبل ما يقرأها اساسا. وفي اللحظة دي شيجاراكي بيستخدم قدرة ستار علشان يتحكم في الهواء، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي ستار واقف قدامه بابتسامة ومعاها بتحصل انفجارات مختلفة في جسمه، وبيفقد قدرته على الحركة. وبيقف كل الموجودين وهم مش مستوعبين اللي بيحصل، واولهم شيجاراكي نفسه اللي جسمه بيتدمر ومش عارف ايه السبب. وبتكون الاجابة مع ستار لما عرفت ان الصاروخ مش هيقضي على شيجاراكي قررت تعدل خطتها شوية. وقبل ما شيجاراكي ينهي حياتها ويسرق قدراتها استخدمت قدرتها علشان تهاجم باقي القدرات اللي موجودة في جسم شيجاراكي، وده الهجوم الوحيد اللي شيجاراكي مش هيقدر يصده. وبنشوف قدرة ستار بتدمر القدرات المختلفة اللي بتلاقيها في جسم شيجاراكي اللي مش قادر يعمل اي حاجة. وبيظهر الغضب بوضوح على وش اول فور وان الموجود في جسم شيجاراكي لان خطته فشلت. وبكده قدرت ستار انها تتجنب اسوأ نتيجة ممكنة، وهي ان شيجاراكي يسرق قدرتها، ولكن تمن ده كان حياتها، وهي كانت مستعدة لدفع التمن بكل سهولة لان مفيش مقارنة بين حياتها وبين خطر بيهدد العالم كله. ومع اخر ثواني في حياتها كل اللي ستار بتفكر فيه هو اخواتها الجنود والقادة اللي تعباهم معاها طول الوقت. وبرغم حزن الجنود على ستار اللي ضحت بحياتها وادت واجبها كبطلة، الا انهم يفضلوا مركزين على شيجاراكي اللي جسمه بيتدمر. وفي نفس الوقت شيجاراكي اللي اكتشف ان الحل الوحيد للمشكلة اللي هو فيها دي هو انه يتخلص من قدرة ستار ويديها لاي حد تاني. واول شخص نظره بيجي عليه هو الجنود اللي قدامه، ولكن الجنود بيتصرفوا بسرعة وبيبعدوا عنه وبيهاجموه من مكان بعيد بالليزر علشان يمنعوه من الحركة ويتعافى، ويساعدوا ستار اللي قدرتها لسه بتحارب علشان تحمي البشرية حتى بعد موتها. وفي ذات اللحظة كانت قدرة ستار دمرت قدرات الانعكاس بتاعت شيجاراكي، وبكده مش يقدر يصد اشعة الليزر اللي بتخترق جسمه من كل اتجاه. ومع ضعف شيجاراكي مع كل قدرته اللي بتتدمر بيزيد اصرار الجنود انهم يوقفوه علشان ما يضيعوش تضحية ستار. وفي نفس الوقت باخر لحظات متبقية ليها ستار بتفتكر اول مايت ومساعدته ليها وبتقول انها كده قدرت ترد له الجميل اخيرا. على الجانب التاني كان شيجاراكي بيعاني بسبب قدرة ستار اللي ظهرت قدامه، وفكرته بشبح اول مايت اللي دمر خطته قبل كده وعمل له عقدة، وكان اخيرا بيطلع له جناحات من ظهره بالقدرة اللي سرقها من النوم قبل ما يفجره، وبيطير بسرعة كبيرة علشان يهرب من المكان، ولكن الطيارات بتطارده. وبيكمل شيجاراكي هروبه وبيدور باستماتة على اي حد يديله قدرة ستار اللي دمرت حياته حرفيا، وبيفتكر عقدته الازلية والمايت، فبيضرب موجة كهرومغناطيسية وبيعطل الطيارات اللي بتطارده علشان يقدر يكمل بحثه بحرية اكبر. ومع تفتت اخر جزء من جسم ستار القائد بيبص لها بحزن وبيقول انها تفوقت على اول فور وان وانها اعظم بطلة في التاريخ بالنسبة له. بنسيبهم ونروح لجزيرة قريبة من المكان، وبنلاقي 2 من السجناء الهاربين قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، ووسط ما هم بيتكلموا على الاشرار الاغبياء اللي اول ما خرجوا من السجن خربوا الدنيا بدل ما يقضوا حياتهم بهدوء زيهم. بيتفاجئوا ان الحيطة اتكسرت وظهر قدامهم شيجاراكي اللي اشبه بالشيطان باجنحته وهو على وشك الموت، وكل اللي بيفكر فيه هو انه يخلص من قدرة
قدرة ستار قبل ما تخلص عليه، وبيتجمدوا مكانهم مع اول خطوة شيجاراكي بياخدها ناحيتهم، وفي لمح البصر بيهجم شيجاراكي على المسجون وبيسرق قدراته علشان يخليه من غير اي قدرات ويخزن قدرة ستار في جسمه وياخدها بعدين. ولكن ستار بتظهر قدامه وتقول له ان محاولته ملهاش اي لازمة، ومهاجمة قدراتها لقدراتها معناها انها تدمر نفسها في النهاية. وبرغم انها زعلانة لانها ما قدرتش تقضي عليه، الا انها نجحت في انها تدمر عدد كبير جدا من قدراته وتضعفه. وبتبص له بعد ما جسمها اتحلل وما تبقاش منه غير هيكل عظمي، بتقول له خليك فاكر ان طول ما البشر بيساعدوا بعض ففي يوم من الايام هيظهر بطل حقيقي ويقضي عليك ويريح الناس منك. ومن قلب جسم شيجاراكي وأولف 1 اللي اتحدوا بعض بنشوف شيجاراكي الصغير اللي عارف ان ستار قصدها على ميدوريا. وبعد هروب شيجاراكي من سرب الطيارات انتشرت فرق البحث في كل مكان علشان تدور عليه، وعلى رأسهم اندفور وفريقه، ولكن من غير اي نتيجة. وكل اللي لقوه هو السجناء اللي شيجاراكي سرق قدرتهم وهرب. ومع انتشار خبر موت ستار البطلة الأولى في أمريكا خلى دول العالم كلها تعيد حساباتها ويتراجعوا عن مساعدة اليابان زي ما أولف 1 كان عايز، لأن كل دولة قررت إنها تحمي نفسها الأول وبعدين تفكر في مساعدة غيرها. وبرغم من كده فالجنود وصلوا خبر موت ستار لأول مايت اللي كان باين عليه الحزن الشديد، ولكن الجنود شرحوا له إن تضحيتها ما كانتش من غير أي نتيجة، وإنها قدرت تدمر عدد كبير جدا من قدرات شيجاراكي. وبيسلموا له المعلومات اللي الطيارات بتاعتهم جمعتها عن القتال بين شيجاراكي وستار، وفيها معلومات عن حالته الجسدية وقدرته بالتفاصيل. وفي تاني يوم بنشوف أول مايت واقف مع ميدوريا واصحابه بيبلغهم اللي حصل في القتال والمعلومات اللي حصلوا عليها وكده، وإنهم قدروا يكسبوا أسبوع كامل بسبب تضحية ستار اللي أصابت شيجاراكي إصابات خطيرة. وبرغم إنهم مش عارفين عدد القدرات اللي مع شيجاراكي حاليا، إلا إنهم متأكدين من إن قوته قلت بشكل كبير جدا، وعلشان كده فده أنسب فرصة ليهم علشان يهاجموا شيجاراكي ويقضوا عليه. وبيطلب منهم إنهم يستغلوا الوقت المتبقي ويستعدوا للمعركة الأخيرة، وبيشرح لهم إن الأبطال كلهم مركزين كل مجهوداتهم في البحث عن مخبأ شيجاراكي وأولف 1 وباقي الأشرار. وعلى الرغم من إنهم مش عارفين أولف 1 هيتصرف إزاي بعد الضربة الأخيرة اللي أخدها، إلا إن الشيء الوحيد الأكيد هي إن المعركة الجاية هتكون المعركة الفاصلة. وبرغم إن دي فرصتهم الوحيدة اللي مش هتتكرر أبدا، فده مش معناه إن القتال هيبقى سهل، لأنهم هيواجهوا أخطر الأشرار شيجاراكي اللي بقى نسخة من أولف 1، وأولف 1 بجسمه الأصلي كمان، ودابي والنيران الزرقاء بتاعته اللي قوتها أعلى من نار اندفور، وتوغا المجنونة وقدرتها الغريبة ومهاراتها في التخفي، وستة من النومو الهاي اند، ده غير عدد كبير من الأشرار. وبالمقارنة بيهم فعدد الأبطال قل النص وتقريبا، ده غير موت ستار اللي أثر بشكل كبير على الدعم اللي كان هيوصل لهم من باقي الدول. ولكن علشان يقدروا يحموا نفسهم ويحموا اللي بيحبوهم فلازم يستغلوا كل الوقت المتاح ليهم علشان يبقوا أقوى. وأول ما أول مايت بيخلص كلامه باكاجو بينفجر فيه وبيقول له أمال إحنا كنا بنعمل إيه طول الفترة اللي فاتت دي؟ أروكا بتشرح له إنه كان مركز مع ميدوريا طول الوقت ده علشان كده ما خدش باله منهم، وبيبدأوا كلهم يبينوا له إنهم كانوا بيتدربوا علشان يستعدوا المعركة دي. في اللحظة دي أول مايت بيفكر شوية وإن العيال الصغيرة اللي كان بيدرس لهم من سنتين بس كبروا وبقوا أبطال ومستعدين يواجهوا أخطر شرير في العالم كله بكل شجاعة. بنسيبهم ونروح لمخبأ أولف 1، وبنلاقي الأشرار متجمعين وقدامهم شيجاراكي اللي مرمى على الأرض وجسمه بيتقطع حرفيا. فأولف 1 بيقول له ما تخافش، دي قدراتك اتلخبطت مع بعضها وهتاخد شوية وقت وبعدها ترجع تستخدمهم عادي. ولكن شيجاراكي كان بيتلاوى من الألم وعمال يشتم في ستار وبيقول إنه هيقضي على أي حد يحب أول مايت، عامل له حرقان حرفيا. وقتها أولف 1 بيبتسم بخبث لأن كل مدى كل ما شيجاراكي بيبقى شبهه، وحاليا هما الاتنين وعيهم متصل مع بعض. وبص لدابي بيطلب منه يجي على نفسه شوية ويستنى لحد ما يعمل أي حاجة. دابي بيعترض لأنه مش هيعرف يسيطر على نفسه، واندفور بيعمل اللي هو عايزه من غير أي عقاب. وقتها أولف 1 بيشرح لهم إن هما الاتنين متشابهين جدا، ولكن في فرق واحد بينهم، وهو إنه بيحط أكتر من خطة علشان يوصل لهدفه، بما إنه بقاله بفترة كبيرة فهو عنده عدد لا نهائي من الخطط، ده غير إن أصحابه في كل مكان. ومع نهاية كلامه بنروح لثانوية يو وبنشوف طلاب الفصل الأول بيتدربوا على قدراتهم ومهاراتهم الجديدة، وبنلاقي باكاجو بيتدرب مع ميدوريا وبيمسكه بيعمل منه بطاطس محمرة بالانفجارات بتاعته. بعدها بيشرح له حركاته الجديدة اللي استخدمها عليه، وإنه ابتكرها لما سمع نصيحة اندفور ليه، علشان كده هو لابس هدوم تقيلة في الحر علشان يقدر يخزن العرق بتاعه ويستخدمه وقت ما يحب. على الجانب التاني بنشوف تودوروكي اللي بيتدرب علشان يقدر يتحكم في قوته بشكل أفضل عن طريق دمج النار والجليد مع بعض. وفي وقت الاستراحة بنلاقي كاميناري قاعد جنب مينياتا وبتقول له المعركة دي شكلها هتبقى في صالحنا علشان الأشرار في أضعف حالاتهم دلوقتي. فباكاجو بيشرح إن الوضع مش بالسهولة دي لأنهم لسه ما يعرفوش مكان أولف 1 اللي مختفي من ساعة قتاله مع أول مايت. وبتضيف مومو إن في المرة اللي فاتت جسم شيجاراكي ما كانش لسه اكتمل، والمرة دي الموضوع مختلف تماما ومش عارفين إيه اللي هيحصل. وبيكمل باكاجو كلامه إن الأشرار هم اللي يقدروا يحددوا المعركة هتبدأ إمتى بسبب قدرة البحث، وحتى لو القدرة دي اتدمرت في القتال مع ستار فمجرد إن الأشرار يبدأوا الهجوم قبلهم معناه خسارتهم، وعلشان كده فهم لازم يعملوا كل حاجة علشان الضربة الأولى تكون
يكون منصبهم ويفاجئوا الاشرار. وخلال ثواني بيظهر باقي اصحابهم مودوريا اللي شعره اتحرق من هجوم باكاجو، وبيقعدوا يتكلموا هيعملوا ايه في القتال. وفي مكان ما في الغابه اللي جنب المدرسه بنلاقي بطله الاختفاء مستخبيه وبتراقب مجموعه من الاشخاص في صمت، وبتكتشف سر خطير جدا هو ان اوياما صاحبهم في الحقيقه جاسوس لأول فور وان، وبيتواصل معاه عن طريق عيلته، وبتفتكر كل المرات اللي الاشرار هاجموهم فيها وعرفوا مكانهم، وبتتاكد ان اوياما هو السبب. وبرغم خيانته لاصحابه الا ان ضميره بيأنبه وهو واهله مجبرين انهم يساعدوا أول فور وان. والسبب الوضع اللي هو فيه حاليا هو انه اتولد من غير اي قدرات تماما زي مودوريا كده، وبرغم محاوله ابوه وامه بكل الطرق علشان يساعدوا بيها الا ان محاولاتهم فشلت. ووسط يأسهم عرفوا ان أول فور وان ممكن يحل مشكله ابنهم ويديله قدره، ولكنهم ما كانوش يعرفوا ان الثمن هيكون انهم يقعدوا تحت سيطرته، فبيبكوا كلهم بسبب عجزهم عن تغيير وضعهم، وخصوصا ابنهم اللي مضطر يخون صحابه علشان يحمي اهله اللي هيموتوا لو ما نفذوش اوامره. ووسط ما هما بيتكلموا وبيواسوا بعض بيظهر ميدوريا اللي كان قلقان على صديقه وما بيصدقش اللي بيحصل قدامه، لان عمره ما كان يتخيل ان الخيانه هتيجي من صحابه. وقتها اوميا بيحس بالذنب بزياده، وخصوصا ان ميدوريا كان في نفس وضعه من غير قدرات، ودلوقتي هما مختلفين عن بعض تماما. هو يزيد احساس اوميا بالذنب، وهو بيفتكر ان هو الوحيد اللي ما قدرش يشجع ميدوريا لما رجع، وبينهار لما ميدوريا بيعرفوا انه كان قلقان عليه وحاسس انه زعلان علشان كده جه يطمن عليه. وبيروح لدابي اللي بيقولوا أول فور وان واصحابه مين اللي عندك، احنا نضحك على بعض. وأول فور وان بيشرح له انهم مجرد ادوات بالنسبه ليه، ومش متوقع منهم اي حاجه، ولو عملوا اللي هو عايزه خير وبركه، ولو ما عملوش ففي غيرهم كتير يعملوا. وبنرجع لميدوريا اللي واقف قدام صاحبه واهله اللي بيحاولوا يحموه بعد ما سرهم اتكشف، ولكن اوميا بيزقهم بعيد عنه لانه حاسس بالذنب وان هو السبب في سيطره أول فور وان وتحكمه فيهم لما حاولوا يعالجوه وهو صغير. وبرغم ان القدره اللي أول فور وان اداها له ما كانتش متناسبه مع جسمه، الا ان اهله عملوا كل حاجه علشان يساعدوه، وكل حلمه هو انه يرد لهم جزء من اللي هم عملوه علشانه حتى لو كان هيخون صحابه. في اللحظه دي اوميا اللي مشاعره متضاربه مع بعضها بيستعد علشان يهاجم ميدوريا. ميدوريا بيستخدم قدرته علشان يتفادى هجوم الليزر الطار ناحيته، ولكنه بيتفاجئ بهجوم هاجاكوري اللي بتظهر وبتعكس الليزر بجسمها المختفي، وبتزعق لاوميا وبتقول له انت كنت بتفكر في ايه وانت قاعد جنبنا في الفصل بعد ما خنتنا وعرضت حياتنا للخطر وساعدت في الفوضى اللي بتحصل دي. وقتها اوميا مش هتفرق يعني، بيفقد كل رغبته للمقاومه، وبيستغل ميدوريا للفرصه وبيكتف اويما واهله بقدره الصوت بتاعته، وبيقول لاويما وهو بيعيط ان هاجاكوري بتعمل كل ده علشان تساعده وتمنعه انه يأذي حد من صحابه اكتر من كده. بعد شويه بنلاقي اويما واهله متكتفين وقصادهم أول مايت مدير المدرسه ومجموعه من الشرطه وميدوريا واصحابه في الفصل، ومع اختلاف ردود الفعل الا ان في عامل مشترك بينهم هو الصدمه وعدم التصديق. وبيحاولوا الضابط انه يستجوب اوميا واهله، ولكنهم بيشرحوا له انهم ما يعرفوش اي حاجه وكانوا بينفذوا الاوامر وبس، وفي حاله مخالفتهم الاوامر والكذب على أول مايت فهو يقتلهم زي الناس اللي حاولوا يهربوا قبل كده. وافتكر اويما كلام سؤال هاجاكوري ليه وبتقول له هو بيعيط ان بعد ما كان هيتسبب في موتهم فضل يتصرف معاهم بشكل طبيعي كانه صاحبهم، ولما عرف ان ميدوريا كان من غير اي قدرات زيه وبيواجه أول فور وان لوحده فهو حس باليأس من نفسه، ومن غير حتى ما يقلق على ميدوريا ويعرفهم انه مجرد شرير حقير. فميدوريا بيزعق وبيقول لو انت شرير بجد امال انقذت باكاجو وتوكيامي في مخيم التدريب ليه؟ هل أول فور وان هو اللي طلب منك تعمل كده ولا لا؟ وكل تصرفاتك دي كانت استغاثه منك علشان نساعدك، ولكن محدش مننا فاهم الاشاره وسايبينك تعاني لوحدك، والا ما كنتش هتعيط بالشكل اللي انت فيه ده ومش مهتم بأول فور وان واللي هيعمله. ومش معنى انك عملت حاجه غلط انك هتفضل شرير طول حياتك. ويمد له ايده وبيعرفوا انه لسه عنده فرصه يبقى بطل. في اللحظه دي بيتدخل الضابط ويقول لميدوريا استنى بس، الكلام الحلو ده ما ينفعش انه يساعد أول فور وان يا حبيبي، ده غير ان احنا لسه ما نقدرش نضمن سلامته وهل هنقدر نحميه من أول فور وان ولا لا. بعدها الضابط بيبص لاهل اوميا وبيسالهم ليه ما بلغتوش أول فور وان بهجوم الابطال الاخير على كامينو، فبيجاوبوا انهم ما يعرفوش بيتواصلوا معاه ازاي وهو اللي بيتواصل معاهم لما يحب، وطريقه التواصل بتتغير كل مره. في اللحظه دي كامينارا بيقول لهم مش كده، احنا عندنا الفرصه اننا نفاجئ أول فور وان ونخليه يعمل اللي احنا عايزينه. ومع نهايه كلامه بيدرك كل الموجودين مدى اهميه اويما في الوقت الحالي لانه ممكن يغير وضع المعركه لصالحهم تماما. وبيبص ميدوريا لاويما وبيكرر كلامه ان لسه قدامه فرصه يبقى بطل زي ما كان عايز، وبتاثر اويما لانه مش مصدق انهم لسه مصرين يساعدوه برغم انه خانهم. وقتها بيتدخل استاذ مايكو بيقول لهم ثواني بس كده، انتوا هتسامحوا وتثقوا فيه بالسهوله دي ازاي؟ وبيطلع ايده وبيقول له ان اللي حصل ده في الماضي خلاص، واحنا بنتحمل جزء من المسؤوليه لاننا ما عرفناش نفهمه، ودي الطريقه الوحيده اللي نساعده بيها. وبيتدخل كريشيما على الخط وبيفكروا باللي حصل لما راحوا يرجعوا ميدوريا للمدرسه وهما الاثنين وضعهم مشابه وانهم كلهم هيدعموه ويساعدوه. فالظابط بيقول لهم استنوا بس، احنا لسه ما عرفناش هو يساعدنا اصلا ولا لا، ده غير ان احنا مش عارفين هنخدع أول فور وان ازاي من غير ما يكشفهم ويقتلهم. في اللحظه دي الزاو بيكلمهم وبيعتذر لهم لانه ما يعرفش مشكله اويما
ايما برغم انه كان المدرس بتاعه. هو بيبص لايما وبيعرفه انه ما عندوش اي نيه علشان يلومه او يطرده من الفصل، بل بالعكس هو عنده فكره كويسه يساعدهم بيها. وبيطلب من الضابط انه يغطي ودن ايما واهله علشان ما يسمعوش الخطه، وبيقولها لباقي الموجودين. وبعد ما بيخلص اوزاوا بنشوف ان فكرته عجبت الموجودين كلهم، وابتدوا يجهزوا الاستعدادات علشان يقدروا ينفذوها. وبيطلب من مدوريا واصحابه انهم ما يعرفوش اي حد باللي حصل، وخصوصا الخطه اللي ينفذوها. وفي السكن بنلاقي مدوريا واصحابه قاعدين وباين عليهم الحزن ولسه متاثرين باللي حصل. فايدا بيقول لمدوريا انه عايز يجهز الزي بتاعه علشان يتفرتك في اخر قتال. مدوريا بيقول له انا نفس الوضع، فيلا بينا نطلع على هاتسومي في قسم الدعم. واول ما بيوصلوا بينفجر الباب في وش مدوريا، وبيلاقي هاتسومي واقع فوق وهتفطسه. فبتقوم وبتعتذر له وبتسالهم ايه اللي جابهم النهارده. ايدا بيشرح لها انهم عايزينها تصلح الازياء بتاعتهم. فبتقول له غريبه يعني، دي اول مره تطلبوا مني حاجه زي كده. فبيعرف انها كانت حابسه نفسها في المعمل طول الوقت وما تعرفش اي حاجه عن الدمار اللي بيحصل بره. ومن قلب الدخان بيظهر البطل الجرافه وبينادي على هاتسومي علشان تكمل شغلها، وبيطلب من ايدا ومدوريا انهم يمشوا وراه علشان يصلحوا الازياء بتاعتهم. وبيتفاجئوا ان هما الاثنين بمدى التغير اللي حصل للمكان. فالجرافه بيشرح لهم انهم بيحافظوا على الدروع المحيطه بالمدرسه وده السبب التغيرات. بعدها مدوريا بيوري هاتسومي القفازات اللي بيستخدمها وبيطلب منها تصلحها. فبتساله بجديه لو كان مستعجل عليها بسرعه، فبيقول لها يا ريت والله لان عندنا حرب مهمه كمان اسبوع. بتجاوب ان ده شيء مستحيل وبتسيبه وبتمشي بسرعه. فبيحاول ايدا انه يوقفها علشان تصلح له الدرع بتاعه. فبتعرفه انها ما عندهاش التصميم بتاع الدرع ومش هتعرف تصلحه. في اللحظه دي بيظهر اتنين من زملاء هاتسومي بيعرفوهم انهم يصلحوا الحاجات بتاعتهم ومفيش داعي يشغلوا بالهم بهاتسومي. وبيستغرب ايدا ازاي هاتسومي المهووسه بالالات تنفض لهم كده. وبيعرفوا انها مشغوله بتطوير الدروع اللي بتحمي المدرسه مع البطل الجرافه، وبتجهز الدرع علشان لو اضطروا يخلوا المكان. فمدوريا بيقول علشان كده ما شغلتش بالها علشان تعرف المصايب اللي بتحصل بره لانها مهووسه بتطوير الدروع اللي قدامها. هاتسومي بتفهمه انها عندها فكره عن اللي بيحصل وعارفه ان الابطال في وضع سيء جدا، بما انها وباقي فرق الدم ما قدروش يقاتلوا زي باقي الابطال، فهم بيحاولوا بكل جهدهم انهم يساعدوا الابطال باي طريقه. وبيحاول مدوريا انه يشجعها ولكنها بتناوله بالقفازات في وشه وبتطلب منه يستخدم القفازات دي لحد ما تصلح القفازات القديمه بتاعته. ايدا هو كمان بيلاقي الدرع بتاعه لابسه في وشه من غير ما يتكلم حتى. وبيخرجوا من المكان علشان يقابلوا صاحبهم اللي بيتصدموا من شكل وشهم. وبيلاقوا ان البطه ماونت مستنياهم وبتعرفهم انهم لازم يستعدوا علشان يخرجوا يقبضوا على جيش التحرير اللي ظهروا. وبتطلب منهم ينقسموا لثلاث فرق على راسهم ميدوريا وباكاجو وتودورو. وفي حي كانساي بنشوف مجموعه من الابطال بيقبضوا على الاشرار وبينقذوا المواطنين. وبعدها البطل فات بيكلم ريو انهم مش هيعرفوا يفاجئوا شيجارو